السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم عندي اليوم فيديو جديد اللي كنتمنى يلقاكم بصحه جيده. بغيت ندوي لكم اليوم على واحد النظام الغذائي اللي كنت انا متبعاه، وعطاني واحد النتائج هائله. وتستافدوا تنتوما معايا، وتستافدوا من التجربه ديالي. كما كتعرفوا بان مع عمر النظام الغذائي كان بديل ديال شي علاج ديال اي مرض كما كان. فالنظام الغذائي فقط كيساعدنا، وكيكون بعض المرات يعني تكميل داك العلاج اللي كنكونوا كناخذوا، وكيكون واحد النسبه كبيره كيساعدنا على الشفاء من بعض الامراض. وكنذكر من بين هاد الامراض المرض ديال جرثومه المعده اللي حنا كندويو عليه، واللي انا كنتقاسم معكم التجربه ديالي على هذا المرض وعلى المراحل اللي دزت منها وعلى شنو هي الحوايج اللي درت واستفدت منها باش الحمد لله قدرت نتجاوز داك المرحله اللي كنت كنعيشها. كما كتعرفوا، مؤخرا ولينا كنشوفوا بزاف ديال الناس كيتبعوا داك النظام ديال الاعشاب والطب البديل. ولكن في بعض المرات هذا النظام هاد الاعشاب هذه ولا هذا الطب البديل كيجينا بنتائج معاكسه لداكشي اللي كنكونوا باغيين، وسواء كان باستعمال الخاطئ او بكثره الاستعمال او بالتلوث او بالفطريات ولا الجراثيم اللي تقدر تكون كتحتوي هذه الاعشاب ولا هذه الاشياء اللي كنستعملوها باش نعالجوا بها شي مرض. تقدر هادشي كامل يسبب لنا في نتائج يعني عكسيه، ويعني يرجع لنا بامراض اخرى وبمشاكل اخرى حنا في غنى عنها. كما قلت لكم النظام الغذائي اللي كنت انا متبعاه، يعني كانوا بزاف ديال الحويجات اللي انا تبعت باش الحمد لله من بعد ما خديت العلاج ديالي من جرثومه المعده. خديت بزاف ديال الحويجات ومنهم النظام الغذائي تبعته. وكما كتعرفوا انا كنقول لكم بان اي حاجه بغيت ناخذها سواء كان يعني اكل ولا اي حاجه، كنقرا اي حاجه كنبغي ناخذها كنقرا على الفوائد ديالها وعلى يعني الاضرار اللي تقدر تسبب لنا هاد الاشياء اللي غادي نستعملوها. كما قلت لكم سواء كانت نظام غذائي ولا ادويه ولا اي حاجه، من الواجب علينا مننا ناخذ، سواء كان واخا يكون الطبيب خرجنا واحد الدواء، من نجيو للدار نقراو الاضرار ديال داك الدواء، شنو هما المشاكل اللي يقدر يسبب لينا، شنو هما الاضرار الجانبيه، او حتى الماكله اللي كناكلو مع النظام الغذائي اللي غناخذو مع داك المرض اللي عندنا، نقدروا نقراو على داك الاشياء اللي غنستعملوا. نذكر لكم من بين هاد الاشياء اللي خديت واحد المنتوج اللي هو واحد نظام غذائي، واحد المنتوج اللي هو رائع جدا. كنت دخلت من مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت بانه واحد الاطباء المان استعملوه باش يعالجوا بهم واحد المرضى كانوا عندهم واحد المسجونين كانوا عندهم في السجن. ولقيت بان هاد الاطباء جربوا هذا المنتوج هذا على المرضى ديالهم وعطاتهم واحد النتائج رائعه جدا. وبديت كنقرا على هذا المنتوج هذا، كنقرا عليه حتى يعني لقيت الفوائد عنده كثيره، ولقيت عنده يعني منافع للناس اللي عندهم القرحه ديال المعده، وعنده يعني كيساعد على التئام الجروح، ومهم عنده واحد المنافع كثيره بزاف. وقررت باش نتبع هذا النظام الغذائي لواحد المده يعني معينه، ونشوف شنو هما يعني الاعراض اللي غيجيوني، واش غادي يساعدني على العلاج، واش على الشفاء، واش غيعطيني شي نتائج سلبيه. واستمرت على هذا العلاج، على هذه الحميه هذه، حتى الحمد لله وليت كنحس بالاعراض اللي كانوا عندي بقاو كيمشيو، وليت كنحس راسي وليت مزيان، وليت كنتخطى داك الاعراض. واليوم بغيت نتقاسم معكم هذا المنتوج هذا اللي موجود في كل بيت واللي موجود في اي بلاصه. هو واحد النوع ديال الخضر اللي عندنا في البيت ديالنا في المغرب كنسميوه بالمكور ولا الملفوف. انتم كتعرفوا الملفوف اللي كنديروا في السكسو، هذاك الملفوف كنشدوه وكان ناخذوه على شكل عصير. هذا الملفوف هذا كيحتوي على واحد الماده كتساعد على التئام الجروح اللي كتكون عندنا في المعده ديالنا، اللي كتسببها جرثومه المعده. كما كتعرفوا جرثومه المعده الا ما عالجناهاش ولا كنا يعني عندنا لو بقات فينا واحد المده طويله كتسبب لنا في التهابات مزمنه، وكتسبب لنا في قروح حتى هي، وفي قروح ديال المعده، وكتسبب لنا بعد المرات في توقف في المعده، وكتسبب لنا واحد المشاكل كثيره. باش نعالجوا هاد القروح هذه وهاد الالتهابات اللي عندنا في المعده، كما قلت لكم تبعت هذا النظام الغذائي اللي هو الملفوف كنشدوا الملفوف كناخذوه على شكل عصير. كنشدوا الملفوف، الناس اللي شحال ديال الناس كيقولوا بان الملفوف كيسبب لهم انتفاخات وغازات. الناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل هذا ديال الانتفاخات وغازات يقدروا يديروه في شويه الماء، يسلقوه في شويه الماء مع شويه ديال الخيزو، واحد جزره وحده ولا تفاحه ولا نص تفاحه على حسب الكميه اللي غتاخذوا. وانا كننصح في الاول نبداو ناخذوا من الصباح للصباح، نجربوا هكاين واحد المده، الا ما سببنا حتى شي مشكل لا انتفاخات لا والو، نبقاو ناخذوا واحد نص كاس في الصباح ونص كاس ملي كنبغيو نعسوا في الليل. كنشدوا واحد الطرف صغير ديال الملفوف، كنزيدوا عليه نص جزره، كنديرهم في واحد الخلاط، نزيدوا عليهم واحد شويه الماء يكون دافئ وكنخلطوه. كندوزوه في الخلاط كهربائي ويولي على شكل عصير،
وكنشربوا نص كاس في الصباح ونص كاس في العشيه، ونداوموا على هادشي واحد المده، يعني ماشي نشربوه غير شويه، غير واحد 3 ايام ولا 4 ايام ونقولوا راه ما عطانا حتى شي نتيجه ونحبسوه، لا كنستمروا عليه. وهكا كنبقاو كنحسوا بان الاعراض اللي كانت عندنا ديال القرح ديال المعده وداك الالم اللي كان عندنا في المعده ديالنا، والاعراض اللي كانوا عندنا ديال اللي كنا كنشتكيو منها ملي قبل ما ناخذوا هاد الملفوف، هاد العصير الملفوف، بقات كتمشي شويه بشويه تدريجيا، كتبقى هاد الاعراض هذه كتمشي. كما قلت لكم نستعملوا هذا الملفوف اما مع واحد الطريف ديال الجزر ولا نص تفاحه، وكنطحنوهم وكناخذوهم. وشحال الناس يلا كيبداو كياخذوا واحد العلاج وكيحبسوه، راه خصنا نستمروا. انا راه بقيت كنستمر عليه مده ديال تقريبا اكثر من شهر وانا كناخذو. منين لقيتو بانه نفعني وبداو الاعراض كيروحوا وداكشي، طبعا مع اشياء اخرى ان شاء الله يا ربي في فيديوهات اخرى نتقاسمها معكم، ولكن اليوم بغيت نركز لكم على الملفوف لان فيه واحد المنافع كثيره. ونعطيكم واحد الطريقه اخرى ان شاء الله يا ربي في فيديو اخر، طريقه اخرى باش تصوبوا للبروبيوتيك ولا البكتيريا النافعه اللي كلنا كنعرفوا الفوائد ديال البكتيريا النافعه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من ارتجاع ديال المريء، وبالنسبه للناس اللي عندهم الحموضه ديال المعده، اللي عندهم الحموضه كترجع لهم في المريء ديالهم. غندير لكم واحد الفيديو اخر نوريكم كيفاش تصوبوا البروبيوتيك ولا البكتيريا النافعه من هذا الملفوف هذا بشكل طبيعي. كاين بكتيريا نافعه كتباع في الصيدليات، ولكن تقدروا تستعملوا بهذا الملفوف وديروا منه بكتيريا طبيعيه في المنزل ديالكم وتبقاو كتاخذوه باش هكا الاعراض اللي كتكون عندكم ديال قرحه المعده، داك الحموضه اللي كتطلع لينا، وداك المريء اللي كيكون عندنا ملتهب، ولا الكحه اللي كتكون عندنا، وداك المشاكل الصحيه اللي كتكون ناتجه عن المرض ديال جرثومه المعده، ولا اللي كتكون عندهم التهابات وقرح المعده، هكا كتروح ان شاء الله يا ربي بسرعه. لهذا فانا قررت باش نبقى نعطيكم واحد النصائح اللي استفدت منها انايا. طبعا انا قبل ما كنعطيكم واحد الحاجه كما قلت لكم كنتقاسم معكم تجربتي، لان هادشي كله جربته وعطاني واحد المنافع، عطاني واحد النتيجه زعما زوينه. وواحد النصائح نعطيهم لكم الناس اللي عندهم القرح ديال المعده، كنصحكم ما تشربوش الماء وسط الماكله. ملي كتكونوا كتاكلوا ما تشربوش الماء داخل الوجبات الغذائيه، دائما بعدوا الماء على الماكله ديالكم، اما شربوه قبل الوجبات ولا شربوه من بعد الوجبات، لان شرب الماء داخل الوجبات كيسبب يعني كتطلع لكم الحموضه من بعد الاكل. نوصيكم بان الماكله ديالكم تنقصوا منها شويه الملح، لان حتى الملح كيطلع الحموضه. دائما الناس اللي كيعانوا من هاد القرحه المعده كنصحكم باش تقللوا الملح ديالكم من الطعام. المهم انتظروا لي في نصائح اخرى وفيديوهات اخرى في الاشياء اللي درتها ونفعتني واستفدت منها ان شاء الله يا ربي في فيديوهات اخرى ان شاء الله. ما تنسوش تفاعلوا في القناه معايا في القناه وديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكبر عدد من الناس. وشكرا لكم، ونتمنى من الله تكونوا كتستافدوا من الفيديوهات ديالي. حتى الفيديو اخر ان شاء الله.